السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يلا كده نشوف ام علي عملناها ازاي. يلا هنحضر معانا كده كيس منفيه. المنفيه دي كنت جايباه من مصر. منفيه ايه هو كده اسمه كده. انا ما بعرفش اقولها الا غير كده. خلاص. طيب لو في رجاج يا حبيبتي هتعملي رجاج ماشي. لكن دوت اني دايما كل ما بروح مصر حدا بنت عمتي بروح جايبه منه. اجيب الكيسه دي اعملها بمزاج كده. لانه هو انا في بلدنا مش بلاقي زيه بصراحه. المنفيه دي ممكن اسال في السوبر ماركت صدقوا. ماشي نبقى نسال في السوبر ماركت هنا. لو لقينا نبقى نجيب بدل ما نجيب واحنا جايين من مصر. فالمنفيه دي انا بحبه قوي في ام علي بصراحه. يعني حاجه كده طعمه حلو. ومتحمص تحميص حلو حلو يعني طعمه حلو. ماشي. فطبعا انا معايا هنا ايه. الطواجن الصغنطوطه دي هعمل فيها. كل واحد ياخد له طاجن كده يبقى حلو. انا معايا لتر لبن بغليه على النار. ماشي. وبسكره بحط عليه السكر بالمره والفانيليا. ويبقى جاهز. وطبعا انا معايا حبه مكسرات يا جماعه. مش هكدب عليكم يعني جاي لي حبه مكسرات هديه. حطيت منهم حبه صغنطوطه كده على السوداني وعلى جوز الهند وعلى الزبيب. خلاص. يعني عين جمل وبندق. اسمه ايه لوز. وكاجو وحاجات يعني فرمت حبه كده بايد الهون. اللبن بقلبه بالسكر مع المكسرات اهو زبيب جوز الهند حبه مكسرات حبه سوداني. اللي عندك حطي زبيب وجوز الهند حطي سوداني وزبيب ماشي اللي انت عايزه عندك حطيه يا حبيبتي. فان شاء الله كده ايه هو يعني. اللي عندك حطيه اللي عندي حطيته. ماشي. طيب معانا المنفيه هريناه وحطينا عليه المكسرات. واللبن انا حاطه الفانيليا وحاطه عليه السكر. يا سكر انت يا عسل انت وهي. وحطينا عليه اللبن اهو زي ما انتم شايفين. اللبن في الحله لسه يعني انا باخد كده حبه حبه. الكازرولة لسه فيها اللبن زي ما انتم شايفين. انا قلت اهي النبي عربي ما نحط على طول. طبعا هي فيها السكر وفيها الفانيليا. فبكمل يعني. زي ما انتم شايفين كتبه اللبن يبقى ايه مغطي الوش بس. وطلع معايا يومها يا جماعه روعه روعه روعه. وانتم شايفين التصوير بتاعه يعني. استوى ازاي وجميل ازاي. معايا قشطه. يا قشطه انت وهي يا عسل. حطيت على كل حته ايه حته قشطه. حطيته كده في صينيه وحطيته في الفرن. على الشبكه وحطيته. فوق الفرن على طول. بقى زي الفل اهوت. واديته لون من فوق. مش شويه وزي الفل معاك اهوت. ايه رايكم في العظمه ديت في الحياه الحلوه ديت. مش ننسى لكم الاشتراك يا احلى مشاهدين.